السلام مرحبا بكم في زعمش طيب اثنين. اليوم ان شاء الله باش نحضر مع بعضنا الصابلي. هنا عندنا 250 غرام زبده، باش نزيدوا عليهم 175 غرام سكر محور وزوز ساشيات خميره، زوز ساشيات سكر فاني، ونخلطوهم بالباهي. باش نزيدوا بالعظمه هنا باش نزيدوا عظمتين العظمه شوي بشوي لهنا نحركوا. نزيدوا العظمه الثانيه نخلطوا بالباهي. وتوا بعد ما حركنا بالباهي باش نزيدوا الفرينه. هنا 500 غرام فرينه، ممكن نزيدوا فوقها شويه، ونزيدوا معها ساشي خميره. بشويه بشويه باش نزيدوا الفرينه، نحطوا كميه من الاول وبعدها نزيدوا بشويه بشويه حتى وين تتلم العجينه. وهذه العجينه تاع الصابلي حاضره، وتوا باش نخليوها ترتاح تقريبا نص ساعه في الفريجيدير، ومن بعد باش نشكلوها. بعد ما ارتاحت العجينه تقريبا نص ساعه، هنا رشينا شويه من شاي فوق الخامه ونحلو بالقلقال. بالنسبه للباسير ما يفوتش 2 ملم. وتوا بعد ما حلينا العجينه بالقلقال باش ناخذ الطابع باش نتبعوا به. لهنا الطابع يكون فيه واحده فيها دوره والاخرى لهنا ما فيهاش، باش نتبعوا لهنا اللي فيها الدوره نقلبوا الشيره الاخرى، هذه ما فيهاش الدوره. توا باش نرصفوه وندخلوه للفوق. وتوا بعد ما كملنا طبعنا العجينه اللي عنا، حطينا لهنا طبق مفروش بورق طبخ. توا باش ندخلوه للفور 180 درجه لمده 20 دقيقه. ولهنا عملنا بان ماري، ذوبنا فيه قالب شوكولاته كبير عليه مغرفه حليب، ونحطو توا في بوش، ونجيب فوق الكعبات اللي ما فيهمش النقبه ونحطو كميه صغيره لهنا. كملوا. توا باش ناخذوا الكعبات اللي فيهم الذره ونحطوهم فوقها. لهنا توا باش نزينوا الوجه، باش ناخذوا البوش زاده باش نعملوا خطوط للزينه. هذا الصابلي متاعنا توا حاضر. كانت معكم الادمين ساميه، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.